اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي هنعمل احلى مخلل بالجزر وقلب الكرومبايه. انا عملت كرومب وفضل قلب الكرومبايه ديت طبعا مرمتهاش، قلت اعمل ايه بقى مصلحه ما اعمل بقى مخلل. دلوقتي انا عملت اهيت، ودي الجزر اهو، نص كيلو جزر عملتها كده، قطعتها وتقطعها بالطريقه ديت. يلا تعالى اوريكم. يلا الميه بتاعت المخلل نعمل. يلا طريقه الميه المخلل. بسم الله. احنا حطينا دلوقتي كوبايتين ميه في الشفشق، نقوم حاطين 4 فصوص، 4 قرون فلفل، ونحط حتتين بنجر، ونحط يجي 7 فصوص توم او 8 بالطريقه دي كده، ونحط الملح برضو في الميه، 3 معالق ملح، بجد الحدق يبقى طعمه جميل جدا. واغسلوا الجزر كويس كده. حطينا 3 معالق ملح، نقوم بقى ضاربين الخلطه بتاعه الماء الحادق في الخلاط. احنا ضربنا الميه بتاعتنا اهي. هنجيب بقى قلب الكرومبايه كده ونقوم مقطعينها. قلب الكرومبايه اهي نقطعها. انا عايزاكم تشوفوني وانا بقطعها. ما شاء الله كده احنا هنقطعها بالطريقه دي. قطعنا الكرومبايه بالطريقه دي كده، قلب الكرومبايه. يلا نيجي بقى نعمل سوا. نجيب بقى جردل المخلل بتاعنا، علبه المخلل. دلوقتي يا حبايب قلبي جبنا جردل المخلل اهوت، وحطينا فيه كيس كده نضيف. نقوم بقى جايبين كروم. بسم الله. بجد هيبقى المخلل طعمه جميل جدا. الجزر بتاعنا بسم الله ما شاء الله. مخلل مشكل اهو، ما ترميش حاجه، مفيش حاجه بتترمي. تقول ارمي قلب الكرومبايه اعمل بها ايه؟ لا، هي بتنفع هي. بجد بيبقى طعمه جميل في الاكل، احسن من اللي بيشترى بره. دلوقتي احنا خلصنا بقى، نجيب الميه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. الميه بتاعتنا هي. بسم الله ما شاء الله اهي. بجد كوبايتين ميه. نجيب بقى ازازه الخل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. رشه خل عشان ايه ما يعملش معانا ايه كده. وملعقه زيت صغيره برضو. بسم الله. بس نقوم جايبين رشه نص معلقه ملح ابيض ونرشها على الوش كده. المخلل بتاعنا خلص يا حبايبي. قولوا لي ايه رايكم في التعليقات، ومتنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس يا حبايبي، وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وياريتكم تجربوا المخلل ده. والسلام عليكم.